رصاصات مسلح كتبت المقطع الأخير في حياة نجمة الغناء الصاعدة كريستينا جاريمي خلال حفل غنائي في أورلاندو، ليسدل الستار على حياة المغنية التي نالت شهرة واسعة بعد مشاركتها في برنامج المواهب الغنائية التلفزيوني The Voice. وقالت الشرطة الأمريكية إن المشتبه بتنفيذ الاعتداء يدعى كيفن جيمس لويبل من ولاية فلوريدا، وإنه مات متأثرا بإصابته بطلق ناري أطلقه على نفسه بعد أن تصدى له شقيق جاريمي البالغ من العمر 22 عاما. وتعتقد السلطات أن المشتبه به، والذي عرف فقط بأنه رجل أبيض يبلغ من العمر 21 عاما، سافر إلى فلوريدا خصيصا لتنفيذ الهجوم مساء الجمعة، على الرغم من أنه لم تتضح بعد دوافعه لإطلاق الرصاص. وقالت إدارة شرطة أورلاندو على تويتر أن جاريمي كانت توقع بخط يدها للمعجبين حين اقترب منها مسلح وأطلق النار عليها. واقترب المشتبه به الذي كان يحمل مسدسين صغيرين وسكينا من جاريمي وأطلق عليها النار قبل أن يتصدى له الشقيق المغنية في تصرف قالت الشرطة إنه ربما أنقذ عددا من الأرواح. ونقلت جاريمي إلى مستشفى محلي في حالة حرجة وتوفيت يوم السبت، في حين لفظ المسلح أنفاسه الأخيرة في موقع إطلاق النار. محمد الجبالي، رويترز.